إذن كما تبعتوا بأن مجلس جهة سوس مسا عقد الدورة ديالو العادية لشهر يوليوز، واللي تضمنت في جدول الأعمال 15 نقطة. هناك نقاط اللي هي تهم إعادة الدراسة والتصويت عليها بعد يعني المراجعة الطفيفة فيما يخص الاتفاقيات التي تم اعتمادها في الدورات السابقة. وهناك بعض النقاط اللي هي جديدة واللي تمت الدراسة والتصويت عليها، واللي كانت كتهم يعني قطاعات اللي هي أساسية على مستوى ديال جهة سوس مسا، خاصة القطاع ديال الماء وقطاع الجانب الاجتماعي، وكذلك فيما يخص الجانب البيئي. وكما لاحظتوا كذلك أنه اليوم افتتحنا هذه الدورة بنقطة جديرة بالمتابعة وكذلك ذات أهمية قصوى، وهي المتعلقة بالقرض اللي غادي تاخذ الجهة من أجل أنها غادي تساهم في تحديث النقل الحضري بمدينة أكادير. وهذه الاتفاقية هذه اللي جات يعني تفعيلا لمخرجات المناظرة الثانية اللي كانت مدينة طنجة، واللي غادي ستلي هذه الاتفاقية اتفاقية أخرى غادي تهم المجال البيئي ومجال ديال يعني البيئي بالخصوص. أولا يجب الإشادة بالروح يعني المسؤولة اللي كاينه عند كل اعضاء ديال المجلس، اللي تمت المناقشه ديال كل النقاط بموضوعيه وكذلك بحس انتمائي لهذه الجهه، وكذلك اخذين بعين الاعتبار التحديات الكبرى اللي هي تنواجهها في الجهه ديالنا، وخاصه في الندره المائيه اللي كنعرفوا بانه كاين واحد الشح المائي اللي هو كبير جدا اليوم كنعانيو منه، ما يصطلح عليه لو ستريس إدريك، واللي اليوم المعالجه ديالو غادي تجي من المحطه ديال شتوكا اللي غادي تزاد الصبيب ديالها، اضافه الى المحطه الاخرى اللي غادي تكون غتزود كل من تيزنيت واقليم تالودانت. وتنظن بانه هذا الحجم ديال الاستثمارات كيبين مدى الحرص ديال الجهه على انها تلقى الحلول لإشكالات اللي هي هيكلية، إضافة إلى أنه تماشيا مع يعني الدراسة ديال الواقع اليوم، خاصة في المجال الفلاحي اللي كنعرفوا أنه واحد المجموعة ديال الأراضي ومجموعة ديال يعني الأراضي المسقية اللي كتعرف واحد جفاف كبير وكتعرف واحد الندرة على مستوى ديال سقي هذه الأراضي هذه، واللي تبعات ديالها هي تبعات يعني صعيبة. ولذلك أنه هذه المبادرة اللي جات من عند السيد الوالي وكذلك واللي اعتمدها مجلس جهة سوس مسا كيبين أولا التناغم اللي كاين الحاصل على مستوى ديال جهة سوس مسا فيما يخص يعني تدبير يعني قطاعات مهمة كقطاع الماء، إضافة كذلك إلى تحديث يعني الأسطول ديال النقل اللي كنعتبروه بأنه مهم جدا، خاصة أنه المدينة هي واجهة سياحية، وجهة مهمة جدا على الصعيد الوطني، وتعتبر من أهم الوجهات الساحلية على المستوى الوطني، ومنافسة يعني الوجهات عالمية، ولا بد أنه تكون معززة بكل ما يمكن أنه يعطيها المقومات ديال الوجهة، عندها كل المقومات التنافسية. ولذلك أنه المجلس اليوم كما تابعته أنه خضع بعين الاعتبار كل هذه التحديات وكذلك الفرص المتاحة، وتم التصويت على جميع النقاط اللي كتهم هاد يعني النقاط المتعلقة بالدراسة والتصويت على مجموعة ديال النقاط اللي هي داخله في مجال ديال الماء ومجال ديال الشؤون الاجتماعية، واللي كما لاحظتوا بأنه هناك واحد نوعية ديال يعني توطين أين سيتم توطين هذه المعالم والمؤسسات اللي مهمة جدا. وكنظن بأنه ليس المهم أين توطينها، ولكن المهم هو أنه تكون عندنا في الجهة ديالنا باش يمكن لنا نعالجوا مجموعة ديال الإشكالات اللي هي متعلقة بالشق الاجتماعي، إضافة إلى النقاط الأخرى كما قلت اللي هي
تم مراجعة يعني إعادة الدراسة فيها، واللي كان فيها بعض التعديلات، واللي كنظن بأنه غادي تخدم المجال ديال الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، الشريحة ديال الحرفيين والشريحة أخرى اللي احنا مطلعين على أنه نطلعوا من المستويات ديال الوضعية ديالهم باش يمكن أنه يعيشوا عيشة كريمة.